عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. بمناسبة دخول المدارس بقى فلازم ندلع ولادنا. تعالوا النهاردة نعمل لهم مع بعض في البيت حاجة حلوة وسريعة ومش هتاخد وقت خالص وهتعجبهم جدا، هتنفع في اللانش بوكس وكمان هتنفع لينا في الفطار. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. بما اننا هنعملها للولاد فنعملها بلبن على اساس تبقى القيمة الغذائية بتاعتها عالية. فهحط كوباية من اللبن الدافي، عليها معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر. ولو مش عايزة تستخدمي لبن حليب يعني تقدري تستخدمي مية، مفيش مشكلة. وتقدري تحطي معلقتين لبن باودر لو حابة تحطي لبن باودر بدل الحليب. معانا بقى في العجان او في اي بولة هنزل ببيضة واحدة بس عليها معلقة صغيرة من الفانيليا. هقلبهم مع بعض بالشكل ده. تقدري تشتغلي بايديكي، تقدري تشتغلي في العجان، مفيش مشكلة خالص. قلبتهم مع بعض وهنا كانت الخميرة بتاعتي اتفعلت بالشكل ده. لازم تتأكدي ان الخميرة بتاعتك شغالة علشان ما تبوظيش كل المكونات اللي حطيتيها، حرام يعني. هحط عليهم بقى ربع كوباية من الزبدة او الزيت او السمنة. يبقى حطينا بيضة عليها اللبن والخميرة والسكر، عليها ربع كوباية من المادة الدهنية. انا حطيت ربع كوباية من الزبدة. طلعت البولة بتاعتي من العجان وبدأت ازود الدقيق او المكونات الجافة. هحط معايا 3 كوبايات ونص من الدقيق، وعلشان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع فتقدري تحطي 3 كوبايات بس وتزودي بالتدريج لحد ما توصلي لقوام العجينة اللي هوريهولك. حطيت 3 كوبايات ونص من الدقيق، عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، وهبدأ أعجن. أشغل العجان بتاعي وأعجن بقى الخليط ده كله مع بعضه. لو العجينة بتاعتك طلعت ناشفة تقدري تزودي لبن أو تزودي مية علشان تظبطي قوام العجينة. لو طرية معاكي فتقدري تزودي دقيق. كل ده بيختلف حسب نوع الدقيق بتاعك، علشان الدقيق بيختلف في امتصاصه للسوائل من نوع لنوع. أهم حاجة انك تدي العجينة وقتها في العجن، يعني تعجنيها كويس. تمام. تقدري تشيلي البيضة لو مش عايزة تحطي البيضة، وتقدري تشيلي الحليب، لبن الحليب، وتحطي مكانه لبن باودر او تعجني بمية. بس انا بقول لكم احنا بنعمل حاجة لولادنا فعايزين نخلي القيمة الغذائية بتاعتها عالية، فعلشان كده حطيت البيضة واستخدمت لبن حليب. تعالوا بقى بعد ما اتعجنت كويس جدا بالشكل ده، شايفين العجينة بتاعتنا اتلمت، ما خدتش معايا اي حاجة. 3 كوبايات ونص من الدقيق على كوباية الحليب او اللبن الدافي اللي حطيناه في الخميرة في الاول. المهم اتعجنت كويس بالشكل ده. كورتها زي ما انت شايفة كده، وهسيبها بقى في البولة بتاعتي. هغطيها ببلاستيك راب وتحطيها في مكان دافي. المهم تغطيها كويس علشان تختمر. ده شكلها هنا بعد ما اختمرت، شايفين عليت ازاي. هبتدي بقى اطلعها على الرخامة او على المفرش السيليكون اللي هشتغل عليه بالشكل ده. زي ما بتحبي تشتغلي، لو بتشتغلي على الرخامة تطلعيه على الرخامة. وهقسمها نصين بالشكل ده. هكور نص واحطه في البولة تاني واغطيه لحد ما اخلص النص الاولاني، فهكور الجزء التاني ده وهشتغل فيه على طول. هفرده على شكل دايرة. هفضل افرد فيه كده لحد ما نعمل العجينة بتاعتنا تكون مفرودة سمك سنتي وتكون بشكل دايرة زي ما هوريكي دلوقتي. زي ما انت شايفة كده بقت بالشكل ده دايرة كده كبيرة. وهبدأ هقطعها على 4/4، وبعدين كل ربع هقطعه على 3. يعني بقت معايا 12 قطعة. بعد ما هعمل الجزء ده هرجع اعمل الجزء التاني بنفس الشكل، فالكمية بتاعتي كلها هتبقى 24 قطعة. يعني 3 كوبايات ونص من الدقيق طلعوا معانا 24 قطعة. تمام. هاخد واحدة واحدة بقى وهبدأ افردها بالشكل ده وهلفها. وانا بلف كده بسحب الطرف في النهاية، وبعدين بجيب بحط صباعي في مية عادية، وبحط على الطرف من قدام وانا بقفلها. بعد ما بحط صباعي كده على الطرف من قدام في المية، فلما بقفلها بتتقفل معايا كويس، وبالتالي ما بتفكش مني بعدين لما بتختمر وبعدين لما بحمرها. هنا بقى بوريكم ان انا عملت الكمية كلها، ودول كانوا اخر 2 زي ما انت شايفة. وبحط على ورق زبدة علشان لما تختمر تبقى سهلة علينا ان احنا نشيلها ونكمل الخطوات بتاعتنا. زي ما انت شايفة بالطريقة دي بعمل الكمية بتاعتي كلها، وهحطها في صواني. وعملت معايا صينيتين، كل صينية فيها 12 واحدة. هغطيهم واسيبهم يختمروا برضو في مكان دافي.
وتاني مرة مش بياخدوا وقت، يعني بيختمروا بسرعة 10 دقايق ربع ساعة بالكتير وبتلاقيهم اختمروا بالشكل ده، فمش بياخدوا وقت. هنا بقى بوريكم ان هو اختمر كويس جدا. وتعالوا نروح على الزيت. معانا زيت سخن غزير هنزل فيه الكرواسون بتاعي او الحاجة الحلوة اللي عملناها دي، هنزل بيها على الزيت بالشكل ده. وتقدري تنزلي بالورقة بتاعة الزبدة وبعدين تشيليها زي ما انت شايفة معايا كده، بتتشال بكل سهولة. او انك يعني تحاولي ترميها كده من على ورقة الزبدة علشان تنزل منك في الزيت من غير ما تنزلي ورقة الزبدة. الطريقة اللي تريحك اشتغلي بيها، انا حبيت اوريكي الطريقتين. المهم اهم حاجة انك تبلي طرف العجينة بتاعتك في النهاية، علشان لما بتلزقيها في بعض تمسك في بعضها وما تفكش معاكي ولا هي بتختمر ولا وهي في الزيت بالشكل ده. بعد ما بتبدأ تاخد لون بقلبها، بخليها تاخد لون من جميع الاتجاهات، وبالتالي بتكون استوت، فبقدر اطلعها بعد ما بتاخد لون من جميع الاتجاهات. اهم حاجة الزيت بتاعك بيكون غزير، بيكون سخن، وبعد ما بتنزلي العجينة بتاعتك او الكرواسون بتاعك بتهدي النار، بتخليه درجة حرارة وسط، وبتقلبي فيه لحد ما بياخد لون من جميع الاتجاهات. وبعدين بتخرجيه على مصفى لو في اي زيوت او اي حاجة بتنزل معاكي من المصفى. بس كده بتكون الخطوات بتاعتنا انتهت. لا ما انتهتش، تعالوا نكمل ونشوف هنقدر نعمل فيها ايه كمان. هنا بقى كنت عملت الكمية بتاعتي كلها زي ما انت شايفة كده، وحبيت ان احشيها. فتعالوا نحشيها مع بعض شوكولاتة او نوتيلا او بديل نوتيلا او بديل الشوكولاتة السبريد اللي عملته معاكم قبل كده في البيت. تقدروا تحشيها باي حاجة تحبيه. فانا معايا القمع ده في السن المدبب ده من قدام، فده مجرد ما بحط فيه ما بحطه يعني في الكرواسون بتاعي فبيعمل الفتحة، وبعدين بضغط عليه فبينزل الشوكولاتة. لو عايزة تستخدمي اي كيس عندك يعني بس ما عندكيش البلبلة دي اللي من قدام، تقدري بالسكينة تعملي فتحة كده بالسكينة، وبعدين تحطي الشوكولاتة بتاعتك او اي حاجة حابة تحشي بيها تحطيها في القمع، وبعدين تحطيها في الفتحة تضغطي عليها تلاقيها برضو اتحشت بالشكل ده. دي كانت الكمية بتاعتي. طبعا البورد دي ما شالتش كل الكمية اللي انا عملتها، فانا حطيت بس كام واحدة كده عشان اصورها لكم. بس كل الكمية بتاعتي طلعت 24 قطعة زي ما شفتوا معايا في الاول. وكده تبقى الوصفة بتاعتنا خلصت. تعالوا نشوف بقى شكله عامل ازاي، وكمان شكل الحشوة من جوه عاملة ازاي. عايزة اقولك طعمه حلو جدا جدا جدا، ولادك هيفرحوا بيه جدا وهيعجبهم قوي، وانتي كمان هتتبسطي بيه قوي. يعني النتيجة مرضية جدا، طعمه حلو قوي وكمان شكله جميل. شايفين الحشوة من جوه عاملة ازاي؟ ده وهو لسه سخن، وهوريكي كمان بعد ما يبرد. تعالي نفتح واحدة كمان كده ونشوف شكلها. خطير يا جماعة، حلو جدا وطعمه يجنن بأمانة. جربيه وهتعمليه كتير الفترة اللي جاية، بما اننا داخلين على المدارس فهتحتاري تعملي ايه لللانش بوكس. فدي هتبقى وصفة سهلة ومش بتاخد وقت، وكمان الولاد هيفرحوا بيها وهيحبوا ان هم ياكلوها. شايفين شكله من جوه عامل ازاي؟ خطير جدا، جربيه وهيعجبك. واتمنى الفيديو بتاعنا النهارده يكون عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير للفيديو، وتقولي لي ايه رايك في الوصفه بتاعه النهارده. ولو اول مره بتشوفيني ما تنسيش تشتركي، تعملي سبسكرايب وتفعلي زرار الجرس علشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. وما تنسيش بعد ما تودي ولادك المدرسه تعملي كوبايه الكافي بتاعتك كده، وتقعدي تاكليلك واحده ولا 2 مع الكافي، وظبطي مزاجك كده علشان نقدر نقوم نكمل يومنا مع الولاد لما يرجعوا من المدرسه. اسفه على الصوت بتاع النهارده، انا عارفه ان الصوت كان فيه ابني بيعمل دوشه كتير في الفيديو النهارده، بس كنت عايزه انزل لكم الفيديو وهو مش راضي ينام علشان اسجل الفيديو. فاتمنى تعذروني، واشوفكم المره الجايه في حاجه جديده نتعلمها سوا. باي باي.